عندي شعور غريب جدا. بحس ان انا مش عايشة على الارض، زي ما يكون مثلا رجليا فوق الارض كده بمترين 13، يعني بين السماء وبين الارض. مش عارفة انا الشعور ده، يعني ما بحسش بحقيقة الدنيا. والحالة دي بيسموها علماء النفس الاغتراب عن الذات، ودي حالة بتلازم الناس شديدة الحساسية والمبدعين وأغلب الفنانين ونجومنا الكبار زي الجميلة سعاد حسني، ودايما بيحسوا فيها إن هم عايشين كده ما بين السماء وما بين الأرض، مش في الواقع بتاعنا، زي ما وصفت إحساسها السندريلا سعاد حسني. طب افرضي اني سافرت مثلا. اسافر معاك يا بابا؟ مش عارفة، بيتهيألي اني لازم اكون جنبك على طول. والدراسات والأبحاث اللي اتعملت عن الحالة دي بتقول إنها مرتبطة بالإبداع، وإن الفنانين اللي بيعيشوا الحالات الشعورية المختلفة اللي من النوع ده بيكونوا قادرين يعملوا أعمال خالدة، لأنهم بيشوفوا بيحسوا العالم بطريقة مختلفة عن أي شخص عادي. الجامعات كل سنة بتخرج مليون واحد بتاع حسابات زيك، لكن تقدر تخرج فنانة واحدة زيي؟ فنانين ومبدعين كتار وكبار وفنانين ونجوم عالميين كمان عاشوا نفس الإحساس اللي عاشته الجميلة سعاد حسني، والتشابه ده بيأكد إن الحالة دي مرتبطة فعلا بالموهبة اللي بتخلي الفنان يشوف أبعد من الناس وبإحساس وبرؤية مختلفة. جمعت ليكوا لقطات بسيطة للفنانة سعاد حسني لحظة تكريمها. شوفوا معايا انتوا وشاركوني تعليقاتكم، هل فعلا كانت إنسانة مختلفة وفنانة مبدعة؟ شوفوا كلامها عن نفسها لحظة تكريمها. سعاد حسني، الفنانة القديرة سعاد حسني، مبروك. الله يبارك فيك وميرسي. في مشهد معين في فيلم الراعي والنساء قيل ان سعاد حسني أديته بعبقرية، عندك فكرة ايه هو؟ والله انا فوجئت بالحكايه دي، يعني طبعا ما اعتقدش يعني ان انا وصلت لدرجه العبقريه في يعني متقلب مشاعر تقدري تقولي عليها شبه المشاعر الخاصه الخصوصيه، شبهها بالظبط. يعني انا حسيت كده انها شبه مشاعر خصوصيه، يعني لو انا كنت في الموقف ده وهقول الحوار ده كنت هقوله كده. انا اعترف لك ان انا كممثله لا اساوي شيء. ازاي؟ هقول لك ازاي. من غير مخرج حساس عنده روح ووعي وثقافه وخلفيه يعني واحساس بالايقاع، ما يقدرش ياخد مني يعني حاجه ولا انا اقدر اديله حاجه، لان في كاميرا هنا بتعبر عن اللي انا بعمله. فاذا كانت الكاميرا دي موجوده بشكل في يعني استاذ من ورا هو اللي بيحرك المسائل دي، فبيبقى في فن. بابا ايه؟ انت زعلان من حاجة يا بابا؟ لا يا ستي. امال شخطت فيا كده ليه يا بابا؟ انا متاسف. يمكن عاشت السندريلا طول عمرها بتحاول توصل للأرض، بتحاول تكون إنسانة عادية علشان تيجي النهاية سنة 2001 وبالتحديد في لندن، حيث أنهت السندريلا أو انتهت حياتها. ومهما اختلفنا عن تفاصيل نهايتها، الحقيقة الوحيدة إنها أسعدت الملايين ولسه بتسعدنا. بالرغم من الإحساس المؤلم اللي بيعيشه كل مبدع والشخصيات الحساسة جدا، لكن هيفضلوا هم السبب إننا نشوف الدنيا أجمل بمختلف أنواع الفنون والإبداع. في النهاية لو بتحبوا زي سعاد حسني ادعوا لها بالرحمة وشاركوني تعليقاتكم. تحبوا نتكلم عن مين الحلقة الجاية؟